اسهل واسرع اكله تتعمل في نص ساعه بس. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا واهلا بيكم معايا في فيديو جديد. اكله النهارده بقى كنا هنعمل جمبري، رز بالجمبري. اول حاجه انا كنت عامله نقع الجمبري في شويه ميه ودقيق وملح، وكنت مقطعه بقى شويه بصل كده شرايح رفيعه جدا جدا زي ما انتم شايفين، والجزر ده مهم جدا في الاسماك. الرز بقى انا بحب اعاير الرز وبحب اعمل الكمية على قد اللي هتتاكل بالظبط. فانا حطيت حوالي كوبايتين ونص كده رز، بعد كده رحت زودت نص كوباية تاني. عايرتهم بقى كده زي ما انتم شايفين. انا عارفه بقى ان اتاخرت عليكم جدا، بس كان غصب عني. وان شاء الله ان شاء الله مش هتاخر عليكم تاني. عايزاكم بس تشجعوني كده وتقولوا لي ان انا وحشتكم ولا لا. كنت خلاص بقى غسلت الرز، وهنا كنت بوريكم بقى الجمبري كنت نضفته وشلت منه السلسله اللي هي بتاعه الظهر ديت. كنت هبدا بقى ان انا جبت الحله دي. هحط فيها شويه زيت، اللي هو الكريستال دوت. زيت يكون نضيف، يعني لو انتم مش حابين بقى اللي هو تعملوا بسمنه او زبده او الكلام ده. وهنزل اول حاجة هحط البصل. مش هحط الجزر خالص دلوقتي، الجزر هنحطه لما يعني نحط المية على الرز ونسيبه شوية كمان، عشان الجزر بس ما يعني مش محتاج ان هو ياخد سوا قوي يعني. اول حاجه بقى حطيتها هي بتاع نص معلقه كده او اقل من نص معلقه سكر على البصل، لاني انا بحب البصل، الرز اللي بالبصل ده يكون البصل بتاعه يكون متكرمل قوي. جربوها وهتحسوا بفرق فعلا، حتى لو رز السمك جربوا تحطوا على البصل كده ربع معلقه سكر او نص معلقه وهتحسوا بالفرق. حطيت بقى واحدتين تلاتة كده ورق لورا، وبعد كده رحت نزلت بقى. انا طبعا سبت البصل لحد ما يدبل خالص، بعد كده رحت نزلت عليه بقى بالجمبري. والجمبري مش هنقلب فيه كتير عشان طبعا الجمبري معروف ما بياخدش سوا يعني. وانتوا تتفرجوا بقى كده ما تنسوش ان انتوا تفرحوني كده لايك وكومنت طبعا، لان كومنتاتكم وحشتني جدا 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 بجد. واتمنى بقى ان لو لسه في حد جديد بيتفرج عليا ان هو يفرحني ويشترك في القناه. لان انا وحشني كده ان عيلتنا تكبر ونبقى اخوات كتار. حطيت شويه ملح، وحطيت ايه تاني بس لسه ما حطيتش حاجه تاني. طبعا قعدت اقلب بقى لحد ما الجمبري كده اللي هو تحس ان لونه بدأ يدي على الاورنج شويه. هحط واحدة ماجي، بس طبعا يعني مش مستحب الماجي اللي هي بتاعت الفراخ. انا قعدت ادور على ماجي اللي هي تكون بتاعت الخضار، ما لقيتش. وفي ماجي كمان يا بنات، هي ماجي بتاعت الجمبري والاسماك والكلام ده. طبعا لو موجوده يستحب ان انتوا تجيبوها طبعا، لو مش موجوده الخضار هتمشي الكلام يعني. بس ما كانش عندي فمشيت نفسي. وحطيت شويه فلفل اسود وقعدت بقى اقلب، وبعد كده رحت خلاص بقى نزلت بالرز على الجمبري، لان الجمبري بقى كان خلاص بدأ ان هو ايه يلم نفسه كده. يعني الجمبرية بدل ما كانت هي سليمة كده مفرودة، بدأت ان هي تقفل على بعضها كده كده. بفهم ان الجمبري بدأ يعني خلاص يدخل على نص السوا. رحت حطيت بقى الرز وقلبت كويس قوي قوي قوي، ونزلت بشوية زيت تاني، لان انا كنت حاطة كمية زيت قليلة على حسب بس ان انا اكرمل البصل. بعد كده زودت شوية رز عشان ما يلزقش في الحلة تحت. وحطيت بقى شوية كاري. وهنا بقى دول شوية الرز اللي بقولكم ان انا زودتهم، لان حسيت ان الرز هيكون قليل يعني. حطيت بقى شوية كاري زي ما قلتلكم، وده كان شوية كمون. حطيت كمون وحطيت كركم. وكملت نص واحدة الماجي اللي انا كنت حطيتها في البداية على الجمبري. الاول طعمت الاول الجمبري بالبصل وكده، بعد كده رحت حاطه النص التانية على الرز عشان يبقى كله طعمه حلو. هنا كنت برجع الحله ورا كده شويه، لاني كنت حاسه ان الرز لسه لونه مصفر شويه، فرحت مزوده شويه كاري وحطيت شويه زيت صغيرين كمان. قعدت بقى اقلب شويه شويه لحد ما الرز كده يبدا ان هو يعني ايه يتحمص ان هو يتفلفل شويه معايا.
ورحت بس بقى نزلت بقى عليه المية. انا بحط مية عادي جدا، يعني مية فترة اللي بتكون من الحنفية دي على طول، مش بسخن مية بصراحة ولا اي حاجة. هو ده الاصح، بس انا ما بسخنش مية ولا بدفي مية، بجيب مية من الحنفية احطها على طول والحمد لله بيطلع حلو يعني معايا. بس هفضل بقى كده اقلب، واحط بقى طبعا شويه الميه المناسبين للرز، وخلاص بقى هسيب الرز واغطي عليه ومع نفسه بقى. بس اهم حاجه ان احنا نوطي. آه، كان بقى عقبال ما الرز كان استوى، قطعت مع نفسي كده شويه سلطه، طماطم وخيار وجرجير وبصل اخضر. بحب احط بصل اخضر مش البصل اللي هو العادي بتاعنا ده. حطيت بقى ليمونه كبيره كده، احنا بنحب السلطه تكون مززه قوي. حطيت ليمونه حلوه كده. آم، زي ما قلت لكم بقى، ما تنسوش ان انتوا تفرحوني بكلام حلو منكم كده، عشان بصراحه في احباط جامد قوي الفتره دي. بس طبعا انا عارفه ان انتوا هتشجعوني وهترجعوا لي حماسي تاني. حطيت بقى شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه شطه صغيرين، زودت شويه خل وشويه ميه. زي ما قلت لكم احنا بنحب السلطه تكون مززه، ويكون يعني فيها شوية مية كده من تحت شوية، مبنحبهاش اللي هي تكون سلطة ناشفة في بعضها كده. يعني بصراحة احنا اخترنا نعمل الأكلة دي بالطريقة دي، لأن كمية الجمبري اللي كانت موجودة مش كبيرة، يعني هو كان نص كيلو. ف طبعا لو كانت قلة أو كانت حمر أو الكلام ده كان هيكش أكتر ما هو صغير اصلا. فقلنا لا، نعمله بقى في الرز وكده. انا بصراحه بحبه قوي، بيبقى طعمه جميل كده، وبتحسوا ان الجمبريه بتفضل محافظه على حجمها، مش غير بقى ان هي بتكون كمان واخده طعم الرز والكلام ده. طبعا حمرنا بقى شويه بطاطس، وكنت بقولكوا الجزر لسه موجود معايا ما حطيتهوش. انا حطيت شويه خل لو خدت بالكوا تاني على السلطه، عشان تكون فيها مزازه اكتر، يعني احنا بنحبها جدا جدا كده. شايفين بقى كميه الميه اللي في السلطه، احنا بنحبها تكون كده قوي. غرفت بقى طبقين سلطة كده، كل واحد طبق سلطة انا وماما. آم، بصوا بقى، احنا بالنسبة لنا المية دي اهم من السلطة ذات نفسها كده. احنا في محل كده بتاع مثلا فول وطعمية وبتاع، لما بنروح نجيب منه سلطة بنجيب مية السلطة، مش بنجيب السلطة نفسها. يعني مش مزاج غريب عندنا. بصوا بقى الرز بعد ما استوى مفلفل ومستوي كويس الحمد لله. وبصوا بقى الجمبري كان حجمه فعلا اللي هو ولا قل ولا كش ولا اي حاجة، وكان طعمه يا جماعة والله العظيم جربوا هتحبوه قوي 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 قوي. وهي يعني هي أكلة غالية سيكة، بس يعني عادي يعني ندلع نفسنا شوية. كنت طعمها حلو قوي والله، جربوها زي ما انا عملتها بالطريقة دي، هتحبوها قوي قوي قوي. ننسى الحاجة الحلوة بقى، لا عملنا بقى كيكة البسيسة. هنحتاج بقى 3 بيضات وواحدة فانيليا وكيك شيف ودقيق بسيسة ودقيق عادي وزيت وسكر. ده لمكونات صينية واحدة. اول حاجة هنحط كوبايتين دقيق، انا هكتب لكم المقادير برضو. كوبايتين دقيق ابيض، وهنحط عليهم كوبايتين دقيق بسيسة. تمام، هي كده هتطلع طعمها اللي هو مش مايل للكيكه قوي، ومش للبسيسه اللي هي بتكون تحسوا ان هي خشن شويه. فكوبايتين دقيق ابيض وكوبايتين دقيق بسيسه. تمام. وهنجيب بقى دي كده المكونات اللي هي اللي هي البودر والكلام ده. المكونات بقى اللي هي السايله، هنحط كوبايه زيت. الكوبايه اللي نعاير بيها هتفضل هي يعني كوبايه المكونات اللي هي البودر وكده، هي اللي نعاير بيها الحاجات كلها. والحاجات السايله هي اللي والكوبايه بتاعت الحاجات السايله نعاير بيها كل المكونات السايله. كوبايه زيت عليها كوبايه ميه، عليها السكر حسب الرغبه، بس انا حطيت كوبايه ونص بتطلع مظبوطه، لا مسكره ولا عدمه. وهنحط واحدة فانيليا واحدة بس، و3 بيضات. هي دي كده المكونات اللي هنحطها كلها في الخلاط. دي كده مكونات صينية واحدة، الصينية تكون كبيرة. تمام. بعد كده بقى هنضرب المكونات دي كلها كده بقى كويس جدا، يعني اضربي مثلا بتاع حوالي 3 4 5 دقايق. عشان المكونات كلها تتخلط في بعض، وما يبقاش الزيت لسه منفصل عن المكونات وكده. تمام. بعد ما خلاص بقى ضربنا الحاجة كلها كويس، هتجيبي بقى الطبق اللي حطيتي فيه الدقيق البسيط والدقيق الابيض، وتنزلي عليه بالخليط كله.
تمام. مش هينفع بقى معلقه، ولا هينفع ان احنا نجيب مضرب، ولا كل الكلام ده. اغسلي ايدك كويس واضربي زي ما انا بعمل كده، لان لازم المكونات كلها تكون اندمجت مع بعض، لان هي في البدايه بتكون متكتره شويه، فلازم ايدك اللي تفكها لحد ما تلاقي الخليط وصل معاكي كده. لو لقيتيه تقيل شويه ممكن تزودي شويه زيت او شويه ميه صغيرين. اخر خطوه بقى هتعمليها ان انت هتحطي كيس الشيف كيك او البيكنج باودر اللي انت عاوزاه، ومجرد بس ان انت هتدوبيه في الخليط، مش هتقلبيه كتير عشان ما تضيعيش مفعول البيكنج باودر او الشيف كيك. تمام. وعلى الصينيه زي ما انت شايفه كده حجمها كبير مش صغير خالص ولا وسط، وهتنزلي بقى بالخليط كله، بس طبعا تكوني دهنه الصينيه زيت. بس كده، وهتدخليها بقى الفرن. وطبعا السوا بقى انت هتكوني مشغله الفرن من قبلها، والسوا انت هتكوني موطيه عليها ومتابعاها. وده بقى كان شكلها بعد ما استوت. ما شاء الله كانت عالية جدا، يعني كانت منفوشة كده، وكانت هشة من جوه قوي. هوريكي كمان شكلها من جوه كان عامل ازاي، وكان طعمها. والله انا مش بشكر في نفسي، انتوا لو حابين تجربوا الحاجة جربوها وشوفوا هتطلع معاكم عاملة ازاي، هتحبوها جدا. بصوا بقى بعد ما طلعت كان شكلها عامل ازاي. انا كده الفيديو بتاعي خلص، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش تقولوا لي حبيتوه ولا لا.